أنا عايزين نعرفك يا أخي الكريم في اللقطة الجميلة اللي يعني وجعت قلوبنا بيها، لكن نعمة الوجيعة عشان ظهرت بها الحقيقة. اتفضل. والله يا استاذي مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، انا مستغرب جدا طبعا ان ازاي قدم نفسك للمشاهدين الكرام. اتفضل. انا احمد العربي، مخرج برنامج الحكم بعد المزاولة الجزء الاول والثاني. نعم. والمفروض ان الحلقه اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي دي اللي فيها يعني الكلام اللي مش يعني بصراحه مش لاقي تعليق اقوله. المفروض الحلقه دي كان في قضيه كان رافعها توفيق عكاشة على الشركه المنتجه ان هي ما تعرضش. وانا طبعا بستغرب ازاي طبعا الحلقه دي المفروض دلوقتي موجوده، بس يعني لا تعليق طبعا. بس انا مستغرب بصراحه، لان انا كنت قاعد في الحلقه الكلام اللي بيتقال ما صدقتش ان في حد في الدنيا يعني ممكن يقول كده بصراحه. كنت في حاله ذهول. بس طبعا خلاص يعني الحلقه دلوقتي اظن الناس كلها شافتها طبعا. مش لاقي كلام اقوله بصراحه. يعني المسألة انت دمك غلي زي ما دمنا غلي كده دلوقتي. طبعا يعني انا طبعا بس يعني انا مستغرب برضو ازاي يعني ازاي الحلقة دي على الرغم ان في مساءلة قانونية على الحلقة، بس يعني اللي شاير الحلقة دي جزاه الله كل خير بصراحة. ان هو باين للناس كلها الراجل ده ازاي يعني كان هيعمل فتنة في البلد. هو اوريدي عمل فتنة فعلا، يعني عمل فتنة رهيبة بصراحة. وفي ناس ملايين مصدقاه. يعني انا كنت مستغرب، يعني انا واحد من الناس كنت بسمع الراجل ده ما بحطوش في دماغي لان هو كان يعني بيقول اي كلام. بس وصل لمرحله ان هو ابتدى ياثر فعلا على فئه كبيره، يعني مؤثر على فئه كبيره فعلا، وابتدى يصدقوه وابتدى بقى مثل اعلى يحتذى بيه. فجزاه الله كل خير بصراحه اللي عمل كده او اللي وصل لكم الفيديو بصراحه. بس مش لاقي كلام تاني اقوله بصراحه. اظن هو قال كل حاجه. لكن الحلقة ما اتذاعتش ليه؟ هي الحلقة المفروض ان على حد علمي ان في قضية اترفعت، هو رفعها على الشركة المنتجة. ان هو رفع بتاعة الحلقة طبعا والشركة المنتجة، واحنا كلنا يعني احترمنا وجهة النظر دي بصفة ان احنا اعلاميين يعني. وفي مصداقية اعلامية بيننا وبين اي ضيف كان بيجي لنا، فبنحترم وجهة كل الضيوف، وجهة نظر كل الضيوف ان ما حد يعني مش هيذيع اوكي خلاص مش هنذيع. لما لقيناه بقى طبعا في قضية وكلام مهاترات كده قالها تقريبا بعد الحلقة برضو. وبرضو ما حدش يعني برضو الشركة المنتجة مشكورة برضو ما حدش ذاع الحلقة وفضلوا صابرين كل المدة دي برضو. بس يعني اظن اللي شيرها او اللي جاب لكم الحلقة دي اكيد طفح بيه الكيل بصراحة. يعني ده موجود على اليوتيوب الحقيقة. شكرا الأخ أحمد، جزاك الله خيرا. الأخ أحمد العربي مخرج البرنامج.